نروح لصيد المحلة وتكرنس 1-0 لصيد المحلة. محمود خالد، محمد عبد النبي، وصلاح الزغبي. محمد ظريف على التنفيذ بيلعب الركنية وعلى طول بيطلع ومرة تانية والهدف الأول. الهدف الأول مع اللحظات الأخيرة أعزائي المشاهدين، والله محمد يونس بيحط هدف الأسبقية. شكرا للزميل عبد الناصر زيدان وضيوف الكرام. بنبارك للكابتن مصطفى عبده تهنئة خاصة من قناة القاهرة والأستاذ عبد الناصر بمناسبة الفوز النهارده وأغلى 3 نقاط قربوكم من المركز الأول. تقول إيه النهارده يا كابتن؟ تحياتي ليكم ولوجودكم معانا هنا والكابتن عبد الناصر زيدان. الحمد لله بحمد ربنا على النتيجه. 3 نقاط بنلعب علشانهم. مباراه عاديه زي اي مباراه، بنقابل فريق موجود معانا في المجموعه. عاملين لكل الفرق حساب. ما يهمنيش الفرقه دي بتنافس على البطوله او فرقه بتنافس على الهبوط زي اللي بتقابلنا النهارده. في البدايه بارك لصيد المحله. فريق صيد المحله فريق قوي، من اقوى الفرق في المجموعه، ومن وجهه نظري هو اقوى فرقه في المجموعه فعلا. احنا كنا نستحق على الاقل ان احنا نطلع ببونت النهارده، ولكن دي اراده ربنا. يعني جالنا كذا كوره في الشوط الثاني كان ممكن نتعادل بيها وكان ممكن نتفوق عليهم. انا بقول الحمد لله طبعا على المكسب على الخساره، كل ربنا كويس. يعني زي ما حضرتك اشرت ان الشوط الثاني افضل من الشوط الاولاني. كنت اتمنى ان انا اقول لهم ما تقلقوش ما تخافوش وانتوا لعبه كويسه، خلي ثقه في ربنا، ثقه في نفسك انك تنزل تأدي وتجتهد والنتيجه بتاع ربنا. اعتقد الخوف او الحرص زياده عن اللزوم في الشوط الاول هو اللي خلانا ندخل فينا جول. الاول انا ببارك للاعيبه نادي الصيد وجمهور نادي الصيد والحمد لله، انما احنا ادينا الشوط الثاني اداء كويس جدا، وان شاء الله باذن الله نكون كده في ماتش الشربين باذن الله. الحمد لله احنا تعبنا طول الاسبوع، ولا مش طول الاسبوع، من اول ما كابتن مصطفى جه، وده بيكلل مجهودنا. ماتش طنطا المفروض والله العظيم ضايعين اكتر من فرصه، بس الحمد لله فرقه ديكنس فرقه محترمه ومعاها جهاز فني محترم. والله الحمد لله رب العالمين. احنا طبعا بنحمد ربنا طبعا على الفوز، وبحمد ربنا على الجون كمان. ماتش طبعا صعب النهارده، بنلعب فرقه ديكنس فرقه محترمه، وطبعا احنا بنكمل المسيره. طبعا احنا مش اهم حاجه عندنا الاداء، احنا اهم حاجه 3 بونت. والله الحمد لله على النتيجه. والفتره اللي فاتت دي احنا والله العظيم بنتعب وما بنبصش لطنطا ولا بنبص على اي فرقه، احنا بنبص ان احنا نكسب بس، وبعد كده ان شاء الله يعني احنا بناخد كل ماتش بخطوه، فربنا يكرمنا ان شاء الله الفتره الجايه كده ونركز في كل ماتش. اهم حاجه ان احنا نكسب ومالناش دعوه بغيرنا، يعني ده اهم حاجه. اقتسم الفريقان شوطي المباراة وفاز فريق صيد المحلة بهدف و3 نقاط على ضيفه فريق ديكنس. من استاد طنطا الرياضي، محمود خالد، التلفزيون المصري، قناة القاهرة، برنامج كرة بلدنا.